رحت اتقدم لعروسة عادي جدا، وبعد ما قعدت معاها هي ومامتها قالت لي معلش يا حبيبي يا ابني، انا بنتي صغيرة ومش هينفع، ربنا يعوضك باللي احسن منها. خدت بعضي ومشيت عادي خالص. بعدها بكام يوم لقيت رقم غريب بيرن عليا، برد لقيت مامة العروسة بتكلمني وقالت لي على كلام صدمة لما عرفته. واحد صاحبي رشح لي واحدة جارتنا هو يعرفها كويس جدا، هي وبنتها، وجارتهم دي أرملة وعندها بنوتة وعلى خلق، والبنت محترمة جدا في الثانوية العامة. فلما روحت لصاحبي وبحكي له ان انا عايزة اتجوز وكده، وانا عندي يا جماعة 28 سنة والحمد لله اهلي جايبين لي شقة واقدر ان انا افتح بيت واتجوز وبشتغل شغلانة كويسة. المهم يعني صاحبي اخدني وعرفني على مامة البنت، ورحت اتقدمت لهم ودخلت البيت، والام كانت مرحبة جدا بالموضوع. بس الغريب ان انا بعد ما دخلت بيتهم وقعدت، والبنت كمان كان باين عليها انها مرحبة بيا جدا، والموضوع كان ماشي عادي جدا. فجأة لقيت مامتها بتقولي ان شاء الله يا حبيبي ربنا يكرم، بس انا يعني غالبا مش هقدر اوافق لان عمامها مش هيرضوا، اصل بنتي صغيرة. قلت لها يا طنط يعني انت كنت موافقة في الاول، وبعدين هي في ثانوية عامة خلاص هتخش الجامعة، ممكن اخطبها سنتين واتجوزها في تالت سنة يعني في سنة تالتة جامعة. قالت لي لا يا حبيبي انا بنتي صغيرة وفكك من الموضوع ده وربنا يكرمك، عدي علينا كمان سنتين ولو مفيش نصيب مع حد تاني يبقى اكيد من نصيبك. اتضايقت قوي وقلت هو ايه اللي عدي علينا كمان سنتين يعني؟ هي محل حاجة اشتريه كمان سنتين؟ قفلت منها وخدت بعضي ومشيت. قعدت 3 4 ايام متضايق جدا من تصرفها، وحكيت لصاحبي وقال لي انا مستغرب بصراحة، دي كانت موافقة وانت شفتها وما كناش فاهمين سبب انها ليه وافقت وبعد كده رفضت تاني. صاحبي طبعا كلمها وقالت له نفس الكلام، البنت صغيرة وبعد اذنك لا انت ولا صاحبك تتصلوا عليا تاني. وخلاص الموضوع انتهى، واحنا بعدنا وقلنا دي ست شكلها مجنونة. قعدت بعدها يمكن ايه قولوا 7 كده 8 ايام لقيت رقم غريب بيرن عليا، ما ردتش، ما بحبش ارد على ارقام غريبة. رن 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 رن، رديت الو خير. لقيت واحدة ست صوتها حلوة قوي في التليفون، الو مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ وبيقول لها مين معايا حضرتك؟ ايه ده ما عرفتنيش؟ الصوت الملائكي ده ما تعرفوش؟ ازاي ما خطرش على بالك يعني؟ قلت لها معلش انا مش واخد بالي. ما هو الاحساس او الاهتمام ما بيطلبش، انا فلانة الفلانية. فلما سمعت الاسم يعني الاسم ده مش غريب عليا بس مش قادر اجمعه. استوعبت بعدها انها مامة العروسة اللي انا رحت اتقدمت لها. قلت لها خير يا طنط؟ قالت لي طنط ايه يا ولا؟ طنط ايه ده انا صغيرة وزي الفل. الله يجازيك خير. بس بص يا حبيبي، انا بصراحة ربنا اتضايقت قوي من المعاملة اللي انا عملتها لك اخر مرة، وحاسة ان انا يعني رخمت عليك في المعاملة شوية، يعني استأذنك لو تعدي عليا اراضيك. قلت لها هتراضيني ازاي يا طنط يعني مش فاهم؟ طنط تاني برضو يا ولا؟ يا ولا قولي ناني عادي. الله. وراحت ضحكة. طبعا انا استغربت، قلت لها ناني؟ تمام يا طنط ناني. قالت لي برضو هتقولي طنط؟ حبيبي انا اسمي ناني، بحب الدلع قوي، استأذنك تعدي عليا في البيت، انا وفلانة محتاجينك شوية. طبعا قلت بقى طنط غيرت رأيها وخلاص بقى حليت في عينيها تاني ومش هتلاقي عريس احسن مني. خدت بعضي ورحت البيت عندها زي اللهبل. وقتها كمان في المكالمة قالت لي بالله عليك ما تقول لصاحبك. فلما رحت لها كنت خلاص بقى
شايف انها يعني عايزاني تاني وبترجاني تاني من الدنيا. رحت عند البيت وخبطت باب الشقة، ولقيتها فتحت باب الشقة وكانت لوحدها تماما، وكانت لابسة لبسة حلوة قوي قوي قوي. دخلت وقعدت عندها في البيت، قعدت اتكلم معاها، حطالي رجل على رجل ولابسالي هيلز في رجليها وحاطه مانيكير احمر في رجليها وفي ايديها. الست كانت قمر. قلت لها ازاي حضرتك يا طنط ناني؟ الله اكبر، ربنا يحميكي. قالت لي طنط ايه يا ولا؟ ما تقولش طنط دي تاني خالص، اوعى تنطقها في حياتك. ايه ده؟ انت عندك كام سنة يعني؟ اذا كنت حيالله 28 سنة. تعرف انا عندي كام سنة؟ انا 39 سنة. قلت لها الله اكبر يا طنط، انت بصراحة 39 انا عارف، بس بسم الله ما شاء الله الشكل شكل واحدة في العشرينات. فقالت لي ايوه، هو انا الحاج مات مني من فراغ؟ جبت اخره، موته. بهزر بهزر، الف رحمه ونور عليه، ما تفكرنيش علشان دمعتي قريبه وبعيط بسرعه وممكن يعني ممسكش نفسي. فطبعا حسيت ان الست رهيفة وفعلا بدأت تعيط، وفجأة من بعد ما كانت بتضحك لقيتها استغفر الله العظيم، فكرتني بالذي مضى. يا شيخ حرام عليك، استغفر الله العظيم. فكك من السيرة دي بعد اذنك، علشان انت مش متخيل الراجل ده كان غالي على قلبي ازاي. تسمع ايه بقى؟ اشغل لك ايه تسمعه؟ فقلت لها يعني يا طنط، قصدي يا ناني، انا اسف، هي فلانة فين؟ بنتها يا جماعة مش موجودة في البيت والبيت سايلنت. فلانة خرجت مع اصحابها، عايزها في حاجة؟ قلت لها يا طنط يا ناني سوري، يعني اصل انا كنت جاي فاكر يعني انت كان في حاجة ولا ايه؟ في كل خير. فلانة راحت مع اصحابها السينما ومش راجعة، هتتأخر برا، اقولك هتبات برا. في مشاكل؟ قلت في سري لا مفيش مشاكل، ده انت شكلك انت اللي عندك المشاكل كلها. طب يا ناني قوليلي يعني انت كنت عايزة ايه؟ محتاجاك في موضوع مهم. ايه رأيك في شعري؟ ايه رأيك؟ استشوار، ضربة استشوار ومظبطة نفسي. شايف؟ عايزة اقولك على سر، انا ريتش، غنية موت، واللي هيبقى معايا هنغنغه وهخليه إب على وش الدنيا، بس بشرط يسمع كلامي ويبقى حلقة في ودني. انا لا احب الراجل اللي يقولي لأ، ولا يقولي معملش وما سويش، ولا يقولي رايحة فين وجاية منين، ولا انتي بنت مين. اقولك على حاجة، انت فاكرني يعني محدش يتقدم لي؟ ده انا العرسان كانوا كده، ده انا بنتي دي معنزه جنبي، ده انا اقولك على سر، انت اول واحد يتقدم لها. 3 بالله العظيم، بنتي دي لا حلوه ولا شافت ريحه الحلاوه، دي بنت مقرفه. وفجأة قعدت تتكلم على بنتها بطريقة قذرة جدا. دي قالت لي على حاجات في جسم بنتها قرفتني منها، وقالت لي على عادات بنتها بتعملها مقرفة. فوق كل ده قالت لي اقول لك على حاجة، فلانة دي بتلعب في مراخيرها وهي نايمة، دي قرفاني لعب وتقوير في مراخيرها. قلت لها بس يا طنط لا اله الا الله، ايه القرف ده؟ شوهتي العروسة خالص. معلش يا طنط كلنا كنا كده مقرفين. قالت لي لا لا لا، كلكوا ايه، كلكوا ايه، انت ما تقولش على نفسك كده، ده انت قمر، ده انت يا نهارك ابيض، ايه الجمال والحلاوة دي، يا نهار اسود، الله اكبر الله اكبر، 5 5. اسمع بقى، فكك منها وارميها خالص، مش جاية النهاردة، ركز معايا. انا بدأ الشيطان يلعب في مخي واقول الست دي مالها، عايزة مني ايه، وابص شمال ويمين، حاسس ان انا في مقلب معمول فيا.
ها، قلت ايه؟ قلت لها قلت ايه في ايه يا طنط؟ ركز فيا كده، بص، ملي عينك مني، شايف ايه؟ ها. هم. كنت هرد عليها واقول لها انا شايف واحده مجنونه قدامي، بس قلت لها ما شاء الله يا طنط، شايف ست حلوه. قالت لي طنط تاني؟ طنط تاني؟ لا بقى، ما ينفعش كده. اعمل لك ايه؟ ها؟ اقعد على حجرك علشان تصدق؟ استغفر الله العظيم، مش قصدي حاجه. بقول لك ايه، انت عاجبني قوي، انا اعجبت بيك جدا، وبصراحه انا استخسرتك في بنتي، دي عيلة صغيرة ولا تعرف تدير بيت ولا حاجة. انت عجبتني وسألت عليك وعلى عيلتك، تعال انا وانت نتجوز، وخليني انا العروسة، وقسما بالله هدلعك وهبسطك وهجيب لك كل اللي انت نفسك فيه. مش الشرع عندنا بيقول ان من ضمن الحاجات اللي المرأة تتجوز علشانها او انت تختارها بناء عليها مالها ونسبها وجمالها؟ انا مال ونسب وجمال، بس بقولك ايه، هعمل لك كل اللي نفسك فيه، بس انا وانت نتجوز. اتصدمت جدا يا جماعة من رد فعل الست دي، واتصدمت وقلت لها ناني، ايه اللي انتي بتقوليه ده يا ناني؟ قالت لي بص، اللي ما بيني وما بينك ده سر، وقسما بالله هجيب لك العربية اللي نفسك فيها، والشقة بتاعتي دي شقتك، انا بنتي دي بامكاني اقعدها عند امي وما خليهاش تخش البيت ده تاني. انا كل اللي يفرق معايا ان انا اختار البني ادم اللي انا عايزاه. طبعا انا مش فاهم اشمعنى انا الراجل اللي عملت معاه كده. طب اشمعنى انا يا ناني؟ يعني ايه المميز اللي شفتيه فيا انا يا ناني؟ لسه شاب يعني، على الله حكايتي لسه ما معيش، وما اعتقدش ان بنت حضرتك هتوافق. قالت لي ومين قالك ان فلانة هتعرف؟ انا وانت ده ما بيني وما بينك سر، وصاحبك فلان ده جارنا ملكش دعوة بيه، ملوش ان يعرف حاجة. انا هغير لك مستقبلك ده 180 درجة، بس شرطي ليك انك انا وانت نبقى على علاقة ببعض ونتجوز. خدت بعضي ومشيت من عندها، ومش فاهم ايه السبب اللي يخلي الست دي متمسكة بيا وعايزاني كده، وبقيت اضرب دماغي اخماس في اسداس. انا خلاص كنت على تكة واكلم صاحبي احكي له على اللي حصل، مش مصدق. لقيتها بتبعتلي صور لفلوسها، وصور للذهب اللي عندها، وصور لجمالها، وبعتتلي صور ليها وهي عريانة. الست قمر، بس انا مش فاهم ايه السبب اللي يخلي الست دي يعني متمسكة بيا كده انها تتجوزني. في حاجة غريبة في الموضوع. طبعا زي اي شاب ضعفت، وغصب عني بدأت اديها مساحة في الكلام، وبدأنا نتكلم على الموبايل، وبدأت تجذبني ليها واحدة واحدة، وفعلا للأسف اترددت على بيتها أكتر من مرة، وبنتها مش موجودة، وللأسف وقعتني معاها في علاقات محرمة، وحصل اللي حصل. ومن بعدها كتبت عليها واتجوزتها من ورا أهلي، وكان شرطها إن أنا اتجوزها عند المأذون، والموضوع يبقى في السر بيني وبينها. وأنا دلوقتي يا جماعة واقع في مصيبة وكارثة محدش هيصدقها. الست دي يا جماعة حامل، وبتقول ان الحمل ده مني انا، وانا قسما بالله ما لحقتش. يعني انا حاسس ان انا ما لحقتش، حاسس ان سبب تسرعها ده وسربعتها دي ان هي كانت عاملة كده مع حد قبلي، وعايزة تلبسني في الموضوع ده، وخايفة من الفضيحة. وحاليا قلت لها جهدي الطفل ده اهلي مش هينفع يعرفوا،
بتقولي لا ده منك وبتاعك، وانا قسما بالله العظيم لافضحك لو ما روحتش اعترفت قدام اهلك واهلي ان ده الطفل طفلك، وان انت جوزي على سنة الله ورسوله. وانا اهلي يا جماعة لو عرفوا انا هتفضح وهتكسر قدام عيلتي كلها، وهخسر كل المزايا اللي في حياتي. ده غير انها هددتني انها هتفضح لي في شغلي. قولولي اعمل ايه، انا في مصيبة وحيرة من امري، وصاحبي لا يعرف، معرفش بنتها عارفة ولا مش عارفة، واهلي ما يعرفوش. قولولي انا في مصيبة وفي كارثة، ويا ريتني ما دخلت مع الست دي في اي حاجة من الحاجات دي. طبعا هو باعت يقول ان هو بقاله كذا شهر على الوضع ده، ومراته بدأت بطنها تكبر، وهو بيقول انا متأكد ان الطفل اللي في بطنها ده مش ابني، بس هي بتقول ده ابنك انت، وانا شايف ان بطنها كبرت بسرعة عن الطبيعي اللي هو المفروض الطفل ينمو في بطنها. فهو حاسس ان هو كان متجوزها حامل جاهزة، مش عارف يعمل ايه الراجل. مشكلة غريبة من نوعها كالعادة، زي المشاكل اللي بتجيلنا على الرسايل في البيج بالهبل. بس دي اغرب مشكلة انا شفتها وضحكتني بجد في نفس الوقت. يعني معلش انت رحت لحد الست دي ودخلت بيتها وبتقول ان انت يعني استسلمت لها، ولما شفت تصرفاتها دي كلها حسيت انها مجنونة مش طبيعية، وكانت مصرة عليك واغرتك علشان الفلوس، وانت في الاخر وافقت علشان خاطر الفلوس والعربية والكلام ده كله. طبعا هو في الاخر بيقول لا جابت له فلوس ولا جابت له عربية ولا جابت له كل حاجة. كل اللي كسبه ان هو كتب كتابه عليها، وقالت له لو طلقتني وانا حامل هفضحك عند اهلك وهروح المحكمة واثبت ان الطفل ده طفلك. طبعا انت وقعت في ورطة كبيرة جدا. مفيش حل قدامك غير حل واحد بس، غير ان انت تستنى لحد ما هي تولد وتعمل تحليل الدي ان ايه ويثبت لك اذا كان ده ابنك ولا مش ابنك. ولكن في المجمل انت غلطت، وفي المجمل لازم اهلك يعرفوا، ولازم تروح تصارح حد من اهلك وتعرفوا بالمصيبة اللي انت واقع فيها. لان الست دي لو فعلا خدعتك واتجوزتك علشان خاطر اللي في بطنها تداري عليه الفضيحة اللي هي فيها، فحضرتك نفذت لها الخطة زي ما هي عايزة، بس في امكانك تفضحها لو رحت دخلت حد من اهلك. ولازم صاحبك اللي جابلك الست دي يخش معاك في المشكلة دي، وتعرفوا اصل الست دي ايه وفصلها ايه، وتجيبوا رجالة تقعدوهم معاها يتكلموا. واضح انها كانت خايفة من اهلها وكتبت الكتاب علشان لو حد من اهلها لو قررت انت تروح تواجهه تقول لهم انا كنت متجوزة على سنة الله ورسوله. الحل اللي عندي ان تحليل الدي ان ايه هو اللي هيحدد الموضوع ده. اللي عنده مشكلة يبعتها لي عشان ارد عليه. مستنية رأيكم في الكومنتات.